السلام عليكم ورحمة الله. تحية نضالية لجميع الإخوان ديالنا السائقين مهنيا. من قلب سيارة الأجرة، البيت الأصيلي ديال السائق المهني، من خلف المقود ديال سيارة الأجرة، العربة اللي كنشتغلوا فيها. كنوجهوا واحد النداء الإخوان ديالنا، ولا سيما الإخوان ديالنا اللي كيحملوا رخص الثقة وكيشتغلوا معنا في الكودرون. من خلال التحريات ديالنا الامور هذه، ومن خلال ان الكليان والزبناء ديالنا كيطلعوا معنا وكيقولوا لنا بان كاين بعض السائقين المهنيين اللي كيشتغلوا في الطاكسي، ومني كيخلصوهم كينزلوا كيقول لك حقا بغيتي نوصلوك ولا شي حاجه، احتاجيتي طاكسي ولا شي حاجه، راه المهم عندنا السيارات الخاصه ديالنا اننا كنشتغلوا بها، وكيعطيوهم التليفونات ديالهم. مجموعه ديال الزبناء اللي وصلونا هذه الرساله هذه. وفعلا شفنا بعض الحالات اللي هما سائقين مهنيين وعندهم رخص ثقه وكيشتغلوا في الطاكسي، وكتلقى في الوقت الخاوي ديالو، اما الفانتكات اللي خاويه واما العشيه واما الصباح اللي خاوي، كتلقى انه كيشتغل بهاد التطبيقات اللي غنسميه اندرايف في المباشر ديريكت. كتلقاهم كيشتغلوا بهذا التطبيق. اول حاجه هذا التطبيق هذا غير مرخص وغير قانوني في المغرب، واللي وزاره الداخليه ولا وزاره النقل شارت لهذا الموضوع هذا. وفي نفس الوقت كسائقين مهنيين اللي شفناه كيشتغل بهذا التطبيق رانا كنبلغوا به مباشره، صريح العباره كنقولوها، ما كنخدعوش وجهنا ولا شي حاجه، كنقولوها في المباشر. اي واحد كيشتغل بهذا التطبيق هذا الا كنبلغوا به للجهات الوصيه، سواء مهني او غير مهني. ولكن دابا هنا اللي غنشتغلوا عليه هو ان كنوجهوا نداء للسلطات المحليه، هاد الناس اللي كتضبطوهم بهاد التطبيقات، انهم يعمقوا معاهم البحث. اللي كيتوفر على رخصه ثقه يسحبوا منه رخصه ثقه مباشره، لان ما يمكنش عندك جوج وجه مع الطاكسي وجه مع خطاف. انت راك خطاف، انت ماشي سائق مهني. السائق المهني اللي كيتوفر على رخصه ثقه كيدافع على المهنه ديالو، وكيدافع على المدخول ديالو، وكيدافع على القوت اليومي ديال باش كيعيش وليداتو. ولكن اللي ما كيعرفش القيمه داك رخصه الثقه اللي عنده، واللي ربما كيدير بها حوايج ما صالحينش، او حتى كيشتغل فيها في الطاكسي بواحد السلوك اللي هو شاد، ويزيد انه يخدم حتى خطافت باندرايف ولا من غير اندرايف كونغو ولا شي حاجه. وراه كاينين في واحد النقطه معينه هنا في فاس، وبلغنا وغنوليو نبلغوا في هذا الملف هذا. كناشدوا السلطات المحليه ان الناس اللي كتضبطوا تخطافت سواء في التطبيق او من غير التطبيق ان تعمق معاهم البحث، واللي كتوفر على رخصه ثقه تسحب منه رخصه ثقه، لانه ماشي اهل ثقه وما كتوفرش فيه الثقه. هذا خطاف، وخطاف راه بحالو بحال شفار، كتخطف رزق د واحد اخرين، متساوي للدار وكتاكل في القصعه وكتهرسها بهذا المفهوم. ولهذا كناشدوا السلطات المحليه ان تدقق مع هاد الناس. وكما كناشدوا السائقين المهنيين الشرفاء ان اي واحد شافوه كيخدم بهذا التطبيق او لهم بعلم كيخدم بهذا التطبيق يحاولوا يتواصلوا مع المكاتب المسيره النقابيه في المكاتب الجاده باش ان دير الواجب في الاتجاه هذا. وكاين ملفات وحده اخرين اللي دابا كاين بعض الناس اللي كيديروا قنوات كيبغيو يشتغلوا بالبوز على السائق المهني. كنقول له السائق المهني ما عنده ما غدير منه، ما عندك ما غدير منه. هاد الناس اللي كيشتغلوا بالقنوات وبالصفحات الفيسبوكيه وكذا وكذا، راكم هي كتصيدوا في الماء العاكر. راه القرار كله كيولي لوزاره الداخليه اللي هي الوصيه على قطاع، وصيه على قطاع سيارات الاجره، بالمشاركه مع التمثيليات النقابيه الجاده. فتحيه لكم وتحيه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.